ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. مين؟ ايوه استاذ ابراهيم. يا عبدو بيه، الفلوس اللي عليك فين؟ طب بالراحه بس يا استاذ ابراهيم، تعالى اتفضل. بالراحه قوي زفت ايه؟ افضل فين؟ طب بالراحه انا كل ما ارن عليك تتهرب مني. طب خش بس جوه كده يا هدير. في ايه يا عبد؟ خش بس جوه. طب اتفضل. انا ماليش دعوه هي تخش ولا تطلع. فين الفلوس؟ انت تقول له بكره بعده. طب هجيبها لك. هتجيبها لي امتى؟ بقالك شهرين كل يوم تقول لي هجيبها لك. هو في انت بتكلمه كده ليه؟ انا ما بتكلمش معاك. هو انت بتكلمه كده ليه؟ هات الفلوس اللي عليك وانا مش هتكلم. خلاص. الفلوس عنده، تعالى بكره خدها وما تتكلمش معاه خلاص بالطريقه يا دي. استاذ ابراهيم، هجيب لك انا الفلوس باذن الله بكره. بكره اما جبتهاش انت عارف انا ممكن اعمل ايه. خلاص يا استاذ قلت لك فلوسك هتاخدها بكره. مرزومه ما منك تتكلمش معاه الفلوس. كده. خلاص يا اللي كل ما اجي له تقول لي مش هنا خلاص ويتهرب مني. طب تعالى برن عليه اتفضل. في التليفون. الفلوس مرزومه منك. بكره قلت لك تيجي تاخد فلوس. طب خلاص تعالى اتفضل. طيب تمام، بكره هجي لك نفس الميعاد. تمام ماشي. تمام ماشي يا استاذ ابراهيم. حر بقى. شوف القرف ده. هو ايه القرف ده؟ هو مين ده؟ هو مين ده بجد؟ وبيزعقلك كده ليه؟ وايه الفلوس اللي انت واخدها؟ فلوس ايه اللي انت واخدها منه؟ الفلوس اللي انا جبت لك بقى الحاجه بتاعت رمضان وقبل رمضان دي. وانت يا عبدو لما تروح تستلف فلوس ما قلتليش ليه؟ ما رضيتش اشيلك هم. انت عارفه البيت كان ماشي عامل ازاي، ما كانش فيه على فلوس. فكره انا اتضايقت قوي ان بيزعقلك قدامي. اول مره اشوف حد بيزعقلك كده، واول مره اشوفك متوضي لحد كده وبتتكلم بصوت واطي وزعلان بكره ومكسور بالطريقه دي. خلاص بكره هتصرف له في الفلوس وياخدها ومش هيبقى فيه مشاكل طب تاني. انت بتستلف من حد فلوس ليه؟ ما انت شايفه الدنيا يا كانت عبدو ما ماشيه احنا ازاي. في فلوس في البيت، ما فيش فلوس في البيت بمشيها معاك على الحلوه والوحشه. ما عشان رمضان بس انت انا فكرت ان الفلوس دي انت جايبها من الشغل يا عبدو، تقوم سالف ما فلوس هو في الشغل وحد يجي يتكلم كده ويسمع بينا الناس. في الشغل مرضوش يدوني السلفة. كنت دخلت رمضان كنت عايز اجيب لك الحاجة بتاعة رمضان. انا بكرة بإذن الله هاخد سلفة من الشغل واسدد له الفلوس كلها. بس انا عايزك ما تزعليش مني، حقك انا مش عليا. زعلانه منك يا عبدو، انا زعلانه من الموقف اللي حصل، ان واحد زي ده ملوش لازم يجي يزعقلك كده في نص بيتك ويسمع بينا الناس ساعه وقت فطار. يعني المفروض كنا داخلين نفطر دلوقتي، هو جاي دلوقتي ليه؟ انا اتخضيت، انا قلت فيه ايه؟ مين اللي جاي دلوقتي ساعه الفطار وعمال يخبط ويرزع ولا كاننا سارقين منه حاجه؟ ما انا كنت قايل له بالظبط 20 يوم وهديك الفلوس، حبيبي ما تشيلش فعدى بقى هم، فترة. ما تشيلش هم، انا جنبك والله العظيم لاخر نفس في عمري جنبك. حتى لو ما فيش في البيت غير شويه ملح هاكلهم معاك وهقول رضا الحمد لله. انا ما رضيتش ما اشيلك تروحش هم. يا حبيبي، ما تروحش تستلف علشان خاطري، ما تشغلش بالك باي حاجه. لو رغيف واحد في قلب البيت هنقسمه سوا، ايه المشكله؟ وما تروحش تستلف من حد ويجي يقل منك قدامي. معاش ولا كان في الدنيا كلها اللي يقل منك قدامي. وان شاء الله بكره انا هديله الفلوس ان شاء الله. لا خلي انا هستلف بكرة من الشغل واديله انا الفلوس. معايا فلوس عيناها، مشغلش بالك، ما هو فلوسي وفلوسك ايه مش واحد؟ بكره تمام. يجي ياخد فلوسه. ماشي. بس اما اروح بس اجيبها من عند ماما، عشان انت عارف ان الفلوس بتاعي انا عيناها مع ماما، الجمعيه اللي انا كنت قبضها الاخر فسبتها مع ماما من اخر مره ما جبتهاش. بكره اروح تمام. اجيبها من ماما وترمي له فلوسه في وشه. حاضر يا هدير. وبالله عليك حاضر. انا ما بحبش اشوفك مكسور قدام حد، ما بحبش اشوف ماشي. حد يهينك. حاضر. وما ماشي. تحتاج حاجه يا عبدو كلمني، فضفض معايا. انا مش عايز اشيلك اي هم لا خالص ولا مشاكل الدنيا. امال احنا واحد ازاي؟ احنا لازم واحد. تشاركني في مشاكلك وفي كل حاجه. كفايه مشاكل البيت والعيال عليكي بس. هو انا اشتكيت لك؟ لا. هو انا اشتكيت لك؟ لا. وراسك ابوسها على العمل. لا يا حبيبتي خلاص. حقك عليا انا، حاضر. ما تزعلش. انا خلاص. حقك عليا أنا. خش نفطر، خش يا حبيبي يلا. ماشي. معاش ولا كان اللي يكسفك ويضايقك.